شركات أجنبية لتنفيذ لأهم القنوات العربية كمان. التسويق الإلكتروني تقريبا اليوم وصلنا لأعلى مرحلة فيه لحماية الحقوق الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، ديجيتال رقمي. فنحن اليوم مو بس بنحمي حقوق الأغنية، لا نحن بنحمي حقوق الكلمات واللحن والأفكار من أعمالات تلفزيونية لسينما. قادرين وصلنا بمرحلة الحمد لله أنه بسوريا نعمل هيك إنجاز. طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شام ويمر به طيفها وتسكن الأحلام. وبعده هيك حنون من وقت ذا فويس كيدز بكيت اللجنة. هلا خبرنا كيف لقيت التعاون مع ريف برودكشن ومع الأستاذ أحمد؟ طبعا وجودي بريف برودكشن هو شرف كبير لإلي. زين انت قد صار عمرك هلا؟ صاروا 18. هلا صاروا 18 ولهلا الناس بيشوفوك زين عبيد صغير. مزبوط، وفينا نقول هذا الشيء بسبب اختلاف الكبير بالشكل، يمكن لانه بهالسنتين الفارق الشكلي كتير كبير. تمام. بتزعل هلا انه خلص هلا بكره رح يضلوا كل الوقت يفكروني انه انا ذا فويس كيدز، ولا عم تشتغل بخطوات انه تصير فنان نجم شاب؟ هلا بكل صراحة نحن بدايتنا فينا نقول انه نحن رجعنا بلشنا من الصفر مع ريف برودكشن، فبنفس الوقت فينا نقول انه هيك مثل الله عطاني فرصة ارجع عيش هيك حياة عادية اللي مضيت بعد فترة ذا فويس وبعد الشهرة الكبيرة اللي اخذناها على مستوى الوطن العربي الحمد لله. فمثل الله عطاني فرصة صغيرة انه ارجع عيش بشكل طبيعي، جرب الاشياء اللي ممكن راحت علي بطفولتي، وهلا مع ريف برودكشن لنرجع على شغلنا ونرجع للحياة اللي أنا بحبها وأنا اشتقت لها. دع جايب الدنيا وزادوا قلبي وبتزيد دقاته، جالي في وقته في ميعاده ودي ما بتحصلش كتير. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والجمعة جمعتنا، شو حلوة ليلتنا. مبروك مبروك. هي مبروك الثانية يعني. هي مبروك أول سنة السعيد. هلا نحن بدنا مبروك مني نار عن طريقك لشهد برمدة كمان. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة. أنتوا نحن بنفرح فيك يعني بكير شوي. هلا افرحوا بالبومي، هلا عن جد كل طاقتي وكل تفكيري بس. فنحن عم نحضر الالبوم فيه كل الالوان تقريبا، ان كان الراقص، ان كان السريع، ان كان الشيء المايل بالمغنى للطرب، الشيء الكلاسيكي، الشيء الحزين، العتب. مثل ما قلنا في غنية كتير حلوة. طبعا بنوجه تحية لحسان عيسى وراين المبدعين اللي عم يتعبوا معنا، ولشركة ريف طبعا اللي ما عم تقصر نهائيا، يلي أنا فخور جدا لانضمامنا لهم، اللي هن فعلا ما عم بيقصروا أبدا، واللي متابعين والكريمين جدا وعم يسخوا جدا بالإنتاج وبالشغل، واللي أنا بتمنى إنه نحن نكون قد المسؤولية وإننا قد المسؤولية، وعبود راسمين خطة كتير كبيرة وفي ألبوم أبدا يعني إن شاء الله هالكم يوم وأبدا طبعا أبدا ناطرين في ألبوم إن شاء الله الكل يحبه توصل رسالتنا من خلاله. نحن ناطرين ومتفائلين بشركة إنتاج سورية تقدر تنافس صراحة بالضبط. فنحن يمكن ريف هي الشركة الأولى بعد مضي سنين طويلة على سوريا مختصة بكل شيء عم تعمله، إنتاج وإدارة الأعمال والماركتينج وهالأشياء هي، والتسويق عبر الديجيتال. فإن شاء الله يا رب نقدر نحقق هذا الشيء بالسوق اللي له سنين عم يعاني من هذا الموضوع.